تكريم الفنانة التشكيلية والكاتبة لبابة لعلج. حظيت الفنانة التشكيلية والكاتبة لبابة لعلج بتكريم اعتباري من طرف جمعية آرت وايف بفندق كنزي تاور، وذلك في غمرة السهرة الختامية للملتقى الأكاديمي الدولي الثاني للفن التشكيلي، صحبة فنانين مغاربة وعرب أشقاء. وقد ألقى في حقها الفنان والمسرحي المصطفى خليلي قصيدة ملحونية تحمل اسمها يا الولع خذ قصيدة بدرس ترتابي هديتها لذات العلم والاداب. لبابة الا وصفها شاعر بكتابة فيها سر عجيب. قال يا ناسي درة من الدرار لا ملكوها قطاب، سمرة مع التقى سقوطوس، سمرة مع التقى سقوا والزين، كتريح بشوق العين وبشرة وقلب حين، قرب العين تملى ومر العين. كما سلمتها الفنانة الفلسطينية حنان ميلاد الدرع التكريمي اعترافا وتقديرا لمسارها الأدبي والتشكيلي المائز. تحتل لبابة لعلج مكانة متميزة ضمن التجارب الإبداعية النسائية المغربية التي نجحت في تشييد مشروع فني وفكري يجمع بين التشكيل والأدب، ويؤسس لحوار دائم بين اللغة البصرية واللغة اللفظية. كرست الفنانة المنحدرة من مدينة فاس تجربة تتجاوز الحدود التقليدية بين الفنون عبر منشوراتها ومعارضها التشكيلية الفردية والجماعية داخل المغرب وخارجه. وقد توج هذا المسار الإبداعي سنة 2019 بمنحها الدكتوراه الفخرية من قبل منتدى الفنون التشكيلية الدولي بمدينة إيموزار، وهي تنتمي إلى عدد من الهيئات الثقافية، فهي عضو برابطة كاتبات المغرب وعضو المكتب الدائم لرابطة كاتبات إفريقيا، الأمر الذي يعكس حضورها الفاعل في الحركة الثقافية النسائية على المستويين الوطني والإفريقي. تميزت تجربتها الفنية باهتمام نقدي ملحوظ، حيث صدرت حول لوحاتها التشكيلية وكتاباتها الرمزية عدة دراسات وكتب توثيقية. نشرت لبابة لعلج أزيد من 40 ديوانا شذريا ضمن سلسلتها الإبداعية المنفردة كتابات ولوحات، وهي أعمال تعكس جوهر مشروعها المعرفي المنشغل بعلاقة الفنون ببعضها البعض ضمن رؤية حوارية تؤمن بوحدة التجربة بكل قضاياها الوجودية والإنسانية.